ورقة صفراء لبوعليا قصيلة من نادي شبيبة القبائل رقم 11. حديد يلعب الكرة على الجهة اليمنى، فارس نشاط في المنتصف لشبيبة القبائل، تعود مرة ثانية عن طريق حارس مرمى الشبيبة القبائلية. حديد على الواجهة اليمنى، فارس نشاط. أكيد بأن ملعب المباراة حسين أيت أحمد في ولاية تيزي وزو سوف يحتضن مباراة الجيري وكذلك الموزمبيق في تصفيات كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. حديدة أكيد بأن المباريات القادمة للمنتخب الجزائري سواء في تيزي وزو أو في عنابة أو في وران وكذلك بالراقي بالجزائر العاصمة ولا كذلك قسنطينة، هذه الملاعب سوف تحتضن مباريات الأدوار القادمة للكأس الجمهورية الجزائرية موبيليس 2025. على ناحية الوسطية محمد لامين مدني، والكرة في واجهة اللعب حديدة، فارس نشاط على الجهة الوسطية. 60 دقيقة مستقرة ثابتة، منتصف الساعة الأخيرة سوف تحدد مظاهر الرابح